اخبار النهارده اخبار البريمو، وهبتديها بكولر طبعا بعد الاقناع الكبير اللي اقنعه لجماهير النادي الاهلي من خلال الاداء اللي حصل في الفتره اللي فاتت في الثلاث اسابيع الاولى للنادي الاهلي في الدوري الممتاز والعلامه الكامله، وفي نفس الوقت طبعا في دوري الابطال والنتائج الجيده في دوري الابطال. يعني الراجل دلوقتي بيبص للمرحله اللي جايه. مرحلة أولى كانت بالنسبة للنادي الأهلي الوصول للدور القادم في دوري الأبطال، ثم الثلاث أسابيع الأولى والفوز في كل مباراة، ودي بتبقى يعني مرحلة مهمة، البدايات. وأعتقد النادي الأهلي نجح فيها بشكل كبير، وبالتالي بيبص بقى للفترة اللي جاية. كأس الرابطة هيبقى يوم 19. النادي الأهلي بيفكر فيه يناير القادم. مين اللي هيبقى موجود، مين ممكن يتم اعارته، حاجات كتير ممكن من هذا القبيل، في ظل ان الراجل قال لك الفتره اللي جايه انا هقيم واشوف انا محتاج ايه ومين اللي مش محتاجه، واللي مش محتاجه ممكن ندي ضوء اخضر للاعاره، ولو انا محتاج حاجه معينه هبتدي ابلغ الاداره. في ظل كاس الرابطه هيكون في بعض اللاعبين هيشوفهم كولر على بقى بشكل ممكن يكون واقعي اكتر، عشان يتم تقييمهم ويكون حسم لمصيرهم في الرحيل او بالبقاء في فريق النادي الاهلي في الفتره القادمه، وبالاخص طبعا واحنا بنتكلم في انتقالات يناير، سواء بقى على سبيل الاعاره او حتى البيع. ده بالنسبه ل ملف الراحلين في الفتره القادمه بالنسبه للنادي الاهلي. وده طبعا بيبقى موجود لانديه كتير، يعني برضو في يعني كاس الرابطه دي مهمه جدا في التوقيت ده، عشان تجهيز بعض اللاعبين وفي نفس الوقت تقييمهم، ومين اللاعبين ممكن هيبقوا موجودين، ممكن كمان مين اللي هو يكون موجود في الفتره اللي بعدها لاعاره خاصه بانديه اخرى. الاهلي برضو من خلال الفتره القادمه الراجل حط تقييمات او اماكن معينه هو عايزها، واحنا قلنا فيرود سوبر بالنسبه للنادي الاهلي هو اهم احتياجات الراجل. بيتم عرض اسماء كتير، لاعبين افارقه او لاعبين برازيليين في المركز ده. في كنا قلنا في بعض اللاعبين منهم مارسينو، ما زال طبعا مارسينو لاعب كاوازاكي الياباني لسه ما زال تحت الانظار، وفي نفس الوقت ايضا بعض اللاعبين الافارقه في المركز راس حربه، لكن في ايضا بينضم لهذه القائمه في الوقت الحالي اللاعب السنغالي بابا كارفاي. ده لعيب بيلعب في النادي المستقبل التونسي، وبالتالي تحت منظار النادي الاهلي، ويمكن لجنه التخطيط شافته كذا مره وبتعرض اللاعب على المدير الفني كولر، وفي الاخر في انتظار موافقته على هذا اللاعب او حتى لاعب اخر من اللاعبين الموجودين من ضمن الاسماء المطروحه في الفتره اللي فاتت. هنشوف، زي ما بقول لكم مهم جدا ان يبقى في لعيب سوبر في المكان ده، ومهم جدا ان هو يبقى يعمل الفارق، ما يبقاش بنفس مستوى الناس اللي موجوده، والنادي الاهلي بيبحث عن كده والراجل بيبحث عن كده. وده هيفرق كتير جدا في خط هجوم النادي الاهلي اللي الامور فيها اتظبطت بشكل كبير جدا. اتظبطت صراحه، سواء بقى في اللاعبين اللي هم في الثلاثي اللي تحت الفيرود، او كمان شادي حسين ووجوده مع محمد شريف وتبادلهم ماتش وماتش، زي ما احنا شايفين كده كل واحد بينزل بيلعب بيحرز هدف. وعندي ملحوظه ان محمد شريف وشادي، لما محمد شريف جاب هدف، شادي جايب تقريبا برضه بنفس التكنيك ونفس الاسلوب في الهدف اللي احرزهم هما الاثنين في الماتشين اللي لعبوهم في الدوري الممتاز. وبالتالي دي بتبقى جمل وطريقه لعب بتبقى متفق عليها اللعيبه، وفي نفس الوقت طبعا مع الجهاز الفني، في نفس الوقت امكانيات اللعيبه متقاربه بشكل كبير، وحافظين خلاص بعض كلهم في المنطقه دي. وبالتالي المنطقه دي طبعا هتفرق كتير لو في فيرود قوي في المركز ده. نادي الاتحاد فتح خطوط مفاوضات مع النادي الاهلي للحصول على كريم الدبيس في انتقالات يناير على سبيل الاعاره. يعني في حاله ان اللعيب طبعا لسه جاي ولعيب صغير في السن، هل هيستفاد منه كولر في الفتره اللي جايه ولا مش هيستفاد منه؟ يعني برضو في بعض الانديه بتبقى حاطه عينيها على بعض اللاعبين في الانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك، ان لو ما لعبش يكون موجود معاه في الانتقالات الشتويه، يقدر يسند معاه في الفتره اللي بعدها. وبالتالي نادي الاتحاد فتح خط مفاوضات مع النادي الاهلي وجس نبض راي اداره النادي الاهلي في وجود كريم الدبيس على سبيل الاعاره في نادي الاتحاد.
ده بالنسبه للنادي الاهلي. عشان بس قبل ما اروح للنادي الاهلي، في فرق كبير جدا انا شايفه في اداء الاهلي، سواء تنظيميا او خططيا او حاله من الروح المعنويه لدى النادي الاهلي. الصراحه بنشوف الشكل الرباعي او الاثنين اللي في قلب الدفاع مع الباكين مع وسط الملعب مع الثلاثه اللي قدام مع الفيرود، حاله جيده جدا، وحاله يعني ما شفناهاش السنه اللي فاتت في كتير من المباريات. وده يدل ان النادي الاهلي السنه دي مختلف. ولسه طبعا خلي بالكم احنا بنتكلم في بدايه موسم، مع الوضع الطبيعي لتطور الاداء واللعيبه في الملعب، وان اللعيبه بتحفظ بعض وبتحفظ المدرب ومتطلباته وطلباته داخل الملعب، الوضع هيبقى فيه تطور اكتر وافضل مع اضافات ممكن تكون جايه في الفتره القادمه. اعتقد يعني الاهلي مختلف هذا الموسم.